الدكتور ناجي شاكر اهم مصممي العرائس في العالم العربي ومصر بالتحديد، وهو مصمم عرائس الليله الكبيره وعدد من عروض القاهره العرايس ومن رواد مسرح العرايس في مصر يعني. تمام. هذا المهرجان وضرورته والورش المقامه على هامشه وكيف يمكن التعاطي مع الافكار الاجنبيه واضافه الخبرات للفنانين المصريين في هذا المجال. هو اولا لاول مره في اعتقد ممكن يبقى في العالم فكره التواصل عن طريق الانترنت من خلال هذه الوسيله، ان احنا نقدم مهرجان عالمي للعرائس فنتعرف على ثقافات مختلفه، لانه في اكثر من حوالي 18 دوله واكثر من 37 عرض واكثر من 4 ورش او 5 ورش موجودين يبثوا بشكل مباشر اونلاين على شبكه التواصل الاجتماعي. تمام. من خلال موقع معين ام من خلال صفحات التواصل الاجتماعي؟ لا، من خلال الصفحه لشبكه العرائس، صفحه المهرجان يعني. ان شاء الله احنا عندنا يوم 1 مارس الافتتاح اونلاين من ضرب 17 و18 بمجمع الاديان، ودي رساله حب وسلام الى العالم من مصر ومن قاهره المعز لدين الله. صحيح. استاذ ناصر، انت كنت تتحدث منذ قليل على حميمية العلاقة ما بين العروسة والطفل. ما جديد المركز القومي لثقافة الطفل في هذا المجال؟ اولا احنا بنقدم انشطتنا الثقافيه والفنيه بالحديقه الثقافيه للاطفال بالسيده زينب بالمجان، وهو من اقدم احياء القاهره الشعبيه القديمه. كمان احنا بنعمل قوافل الى معظم ربوع مصر، وده تحت قياده الاستاذه ميرفت مرسي رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. عملنا نشاط جامد جدا على فكره اليومين دول، حتى لينا وفد موجود في معرض كتاب الطفل بصفاقس مشارك بعدد من الورش والفعاليات الفنيه، وحتى في الندوه الاساسيه الخاصه بتحديات الطفل والاعلام. متى نرى الليلة الكبيرة بفكرة جديدة أو حاجة زي الليلة الكبيرة كده من جديد تعود للأطفال؟ هو أنا أعتقد بس هو المشكلة إن إحنا مركزين على الليلة الكبيرة، رغم إنه القاهرة العرايس عنده ريبرتوار ضخم جدا وبعروض محترمة جدا، واخد بالك، لكن هو المشكلة إن الإعلام مسلط على الليلة الكبيرة. لكن إحنا أهو فرصة أهي يا فندم، عرفنا إيه العروض الجديدة ونخلي ولادنا يروحوا ويتفرجوا لأنها حاجة مهمة. أنا أعتقد إنه الهيئة العامة لأصول الثقافة بتقدم عروض، واخد بال حضرتك، للطفل من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل. كمان مسرح القاهرة العرايس بيقدم حاليا عرض سندريلا عرايس. في برضه المسرح القومي للاطفال في شارع 26 يوليو برضه بيقدم عروض للاطفال. انا اعتقد انه ان شاء الله الطفل في اهتمام كل الباحثين والمهتمين بالثقافه المصريه. استاذ ناصر سالم، مخرج مسرح العرائس بالمركز القومي لثقافه الطفل، بشكر وجود حضرتك يا فندم، وكل التوفيق لكم في هذه المجهودات التي يعني لها اضافات مثريه اذا ما كانت تقدم بالفعل بفكره جيده للاطفال. شكرا يا فندم، صباح الخير. العفو يا استاذ، صباح النور. صباح النور عليكم. اهلا بك. اهلا وسهلا. الليلة السيرك تعالوا دي فرقة تساوي اتنين كله هي بمناسبة هذا المولد يوجد برنامج سواري كله هي